ازاي تتغلب على الخوف في الكلام قدام الجمهور؟ خليني احكي لك قصه علي اللي كان بيترعب لما يقف قدام الناس، لكن شويه خطوات بسيطه غيرت له حياته تماما في الجزئيه دي. علي كان موظف ممتاز في شغله، لكن لما كان بيطلب منه ان هو يقدم عرض قدام الفريق كان بيفقد ثقته تماما في نفسه. وفي مره مديره قال له لازم تقدم العرض الجاي، احنا واثقين فيك. علي وافق، لكنه كان مرعوب جدا وقرر ان هو يبدا يحضر بس بطريقه مختلفه المره دي. اول حاجه علي جهز نفسه كويس جدا، كتب كل نقطه كان عايز يتكلم عنها واتمرن عليها قدام المرايه. كل ما كان بيكررها كل ما كانت ثقته بتزيد اكتر. في يوم العرض بدا بكلام بسيط وسهل، قال حاجه تخليه يرتاح في اول الكلام زي نكته خفيفه او جمله لطيفه عن الفريق. البدايه دي كسرت حاجز التوتر وخلته يدخل في الموضوع بسهوله. علي كمان قرر يركز على الرساله اللي عايز يوصلها بدل ما يفكر في راي الناس فيه. كان بيقول لنفسه انا هنا عشان اشاركهم فكره مفيده مش عشان يحكموا عليا. وقبل ما يبدا العرض بثواني وقف واخد نفس عميق وطلعه. الحركه البسيطه دي ريحته كتير وخلته يبدا يدخل في المود. وخلال تحضيره طلب من صاحبه ان هو يسمعه كذا مره. النصائح اللي خدها من صديقه ساعدته يحسن اسلوبه ويكسب ثقه في نفسه اكتر. واهم حاجه بعد العرض علي اكتشف ان الجمهور كان مركز على المعلومات اللي هو بيقدمها مش على طريقه القائه ليها. وكل الاخطاء الصغيره اللي كان قلقان منها محدش خد باله منها اصلا. في النهايه الكلام قدام الجمهور مش مخيف زي ما انت فاكر. كل ما تجهز نفسك وتتمرن كل ما الخوف هيبدا يختفي. واحكي لنا ايه اكتر حاجه بتخوفك في الكلام قدام الناس؟